شنو وقع المنتخب الإيطالي بطل أوروبا قبل سنوات واليوم خارج من كأس العالم مرة أخرى؟ واش الطليان فعلا ولات عندهم أزمة كروية كبيرة؟ القصة بدات مع المنتخب الإيطالي، واحد من أعظم المنتخبات في التاريخ، المنتخب اللي ربح 4 الكؤوس العالم وخلد أسماء كبيرة في الكرة العالمية. ولكن في الأعوام الأخيرة الأمور تبدلت بشكل صادم. بالرغم أن إيطاليا توجت بلقب يورو 2020 تحت قيادة المدرب مانشيني، بزاف ديال الجماهير كانت كتوقع أن المنتخب يرجع بقوة ويهيمن من جديد، ولكن الصدمة كانت كبيرة حيث المنتخب الإيطالي فشل في التأهل لكأس العالم مرة أخرى. الإقصاء خلى الشارع الرياضي في إيطاليا يغلي، انتقادات كبيرة، تساؤلات بزاف. في المشكل؟ واش في التكوين؟ واش في اختيارات اللاعبين؟ ولا الضغط الكبير اللي كيتعرض ليه المنتخب؟ حتى بعض النجوم بحال دوناروما وكييزا ما قدروش ينقذوا المنتخب في هذه اللحظة الصعيبة. الجماهير الطليانية اليوم كتعيش إحباط كبير حيث منتخب بحجم إيطاليا ما خصوش يغيب على أكبر بطولة كروية في العالم. ولكن السؤال الكبير اللي داير في بال الجميع دابا هو واش هذا الإقصاء غادي يكون مجرد كبوة ولا بداية أزمة طويلة للكرة الإيطالية؟ الأكيد أن الطليان خاصهم يعاودوا يبنيو منتخب جديد، التاريخ ديالهم كبير والجماهير ديالهم كتسنى الرجوع القوي في المواعيد القادمة. تهلاو.